بص يا صاحبي، قبل عصر الواي فاي والنت اللي في جيبك ده كان في عالم تاني خالص. عالم كده يخليك تحس انك داخل مغامرة كل ما تفكر تفتح الانترنت. احنا بنتكلم عن التسعينيات وبداية الألفينات، الزمن الجميل اللي النت فيه ما كانش حاجة عادية، لا، ده كان حدث. الكمبيوتر نفسه كان عامل زي صندوق الأسرار، واقف في الركن كده مستني اللحظة اللي حد يشغله وتبدأ الرحلة. ما كانش فيه بقى نت في كل مكان ولا شبكات 4G و 5G، لا، ده كان عالم سلوك وتوصيلات وكابلات تتشقلب عليها. أول ما تفكر تدخل أونلاين لازم تجهز البيت كله، حرفياً لازم تعلن حالة طوارئ، يا جماعة محدش يشيل السماعة، أنا داخل النت. لأن أول ما تدوس اتصال خط التليفون الأرضي يروح في داهية، مفيش مكالمات، مفيش رنة، مفيش أي حاجة. وطبعاً المزيكا الأسطورية بتاعة الدايل أب اللي كانت بتحسسك إنك بتفتح بوابة لعالم موازي، صوت رخيم كده بينتح ويصفر، وفي الآخر لما يتوصل تحس إنك ربحت معركة. وده كله عشان تدخل على صفحة واحدة، يمكن تحمل بعد 5 دقايق ويمكن لأ. بس رغم كل ده كان للإنترنت ساعتها طعم المغامرة والدهشة قبل ما يبقى كل حاجة في ثانية. لو النهاردة النت عندك وقع نص دقيقة بتولع الدنيا وتبقى حاسس إن العالم بينهار. إنما زمان، لا، زمان إحنا كنا عايشين في عصر اسمه عصر الصبر الحديدي، أو زي ما بنسميه كده بالبلدي عصر السرعات اللي تضحك. السرعة العادية كانت 56 كيلو بت. أيوة والله، كيلو بت مش ميجا. يعني لو حاولت تفتح صورة صغيرة تلاقيها بتتشكل قدامك سطر سطر، كأنها بتترسم بإيدين جني صغير. وطبعا أول ما ظهر الADFL في نص الألفينات حسينا إننا دخلنا المستقبل. السرعات كانت 256 أو 512 كيلو بت، والناس كانت فاكرة إن ده صاروخ. إنما لما تبص عليها دلوقتي تحس إنها مهزلة. بس المصيبة مش في السرعة، المصيبة كانت في الأسعار. ده اشتراك ال2 ميجا سنة 2006 كان ب1000 جنيه في الشهر. 1000 جنيه يا معلم. ووقتها كان الرقم ده يجيب لك عربية مستعمرة صغيرة وتزود عليها كمان. يعني تخيل نفسك بتدفع تمن عربية كل شهر عشان تفتح ياهو وتبعت إيميل. وبرغم كل ده الناس كانت مبسوطة. كنا بنعيش اللحظة ونتعامل مع التحميل البطيء كأنه جزء من اليوم. كل حاجة كانت أهدى، أبطأ وأغلى بكتير، بس كانت أيام ليها طعم. ونتيجة لكل ده، لما صفحة كانت تفتح من أول مرة كنا نحس إننا أبطال خارقين. أنا هقولك على حاجة، ركز معايا بس. 90% من اللي بيتفرجوا عليا مش بيدعموني، بس ال10% اللي فعلا بيكملوا الفيديو ويدعموني ربنا يخليكم. بتمنى من كل حد بيتفرج على فيديوهاتي يعمل لايك حتى لو صغير، صدقني ده بيفرق معايا جامد وبيخليني أقدر أجيب لكم محتوى أحسن كل مرة. قبل ما السوشيال ميديا تغزو حياتنا ويومياتنا كلها كان في حاجة اسمها البريد الإلكتروني. أول ما تسمع الكلمة تحس إنها حاجة عادية دلوقتي، بس زمان كانت ثورة حقيقية، زمن السبعينيات. ولما بدأ البريد الإلكتروني يطلع فعلياً الدنيا اتقلبت. تخيل كده، بدل ما تستنى أيام أو أسابيع عشان رسالة توصلك من شخص بعيد، دلوقتي تقدر تبعتها وتوصل في ثواني. ساعتها الناس كانت بتحس إنها ماشية في فيلم خيال علمي، كل كلمة، كل رسالة كانت كأنها سحر. والأجمد من ده، الملكة إليزابيث الثانية نفسها استخدمت البريد الإلكتروني في أول أيامه. أيوة يا معلم، الملكة الكبيرة دي كانت بتكتب إيميلات. ده كان معناه إن حتى الناس المهمة والفنانين والعلماء كانوا جزء من الثورة دي، وكل واحد بيكتشف إزاي يرسل رسالة بسرعة كده وكأنك بتحرك الزمن. البريد الإلكتروني وقتها ما كانش مجرد وسيلة تواصل، ده كان بوابة لعالم جديد، عالم فيه سرعة وتواصل وتغيير جذري. الناس بدأت تتعلم إزاي تدير حياتها الرقمية وتبعت رسائل رسمية وأحياناً مسجات صغيرة خطيرة. وكل ده حصل قبل ما النت يبقى في جيوبنا، قبل ما نتعود على الرسائل اللي تختفي بعد ثواني. قبل كل شيء، البريد الإلكتروني كان البداية لثورة كل حياتنا الرقمية اللي هنستعرضها بعد كده. قبل ما الفيسبوك والواتساب يسيطروا على حياتنا كان في عالم اسمه الشات الفوري، وده كان وقت الIRC. تخيل كده، غرف نصية مليانة ناس من كل حتة، كل غرفة موضوعها مختلف، من الألعاب للموسيقى والسياسة، وكل شخص عنده اسم مستعار يميزه. ده كان المكان اللي تتعرف فيها على ناس جديدة وتشارك أفكارك وتضحك على النكت الغريبة اللي محدش فاهمها غير الناس اللي جوه الغرفة.
بس بعد كده ظهر ICQ، وده كان نقلة حقيقية. واجهة بسيطة، تركيز على الخصوصية، وكل مستخدم كان له UIN خاص بيه. الرقم ده بقى زي بطاقة الهوية الرقمية. كل رسالة، كل محادثة، كل مجموعة كانت محسوبة على الرقم ده، وكان بيخلي التواصل أسهل وأسرع. المزايا يا معلم، المميزات كانت ثورية: محادثات جماعية، إرسال ملفات، تنبيهات للرسائل الجديدة، كله سريع وبدون تعقيد. والناس كانت حاسة إنها دخلت عالم جديد، عالم قريب جدا من السحر الرقمي. في الوقت ده كل رسالة كانت تجربة، كل رقم UIN كان له معنى، وكل غرفة IRC كانت أشبه بعالم صغير متكامل. لو حاسس إن ده كان مجرد كلام، حاول تتخيل نفسك بتفتح ICQ لأول مرة وتشوف الأصدقاء بيبعتولك ملفات وصور ونكت، وتحس إن الإنترنت بقى فعلا جزء من حياتك. عصر MSN ماسنجر. لو انت عشت فترة MSN ماسنجر هتفهم ليه الناس بتسميها العصر الذهبي للشات. ده مكان كان أكتر من مجرد برنامج، ده كان فضاء افتراضي شخصي جدا، كأنك بتعيش جوه عالمك الخاص. أول حاجة تبدأ بيها كانت إنشاء حساب هوت ميل، واختيار اسم مستخدم يلمع، اسم روشن أو أي اسم فكرته يبقى ملكك بس. والموضوع كله كان طقوس، الألوان، الخطوط، الخلفيات، كل حاجة ممكن تتخصص على مزاجك. الصورة الشخصية كانت زي هويتك في العالم الرقمي. الرسالة الشخصية تحت الاسم كانت فرصة تقول العالم كله ايه شعورك أو فكرتك في اللحظة دي. وكان في دهشة كبيرة لما تشوف أي حد بيغير الخلفية أو يضيف إيموجي جديد، كأنك بتشوف تكنولوجيا سحرية. كل محادثة كانت تجربة، كل نافذة MSN كانت حكاية صغيرة بتتفتح. الناس كانت بتبني علاقات، صداقات، ضحك، مزاح، كل حاجة من غير أي قيود. MSN ماسنجر كان العالم اللي قبل ما نتعود على السوشيال ميديا، العالم اللي حسسك إن كل شخص عنده مساحة افتراضية خاصة بيه، وإن التواصل الرقمي ممكن يكون شخصي وحميمي. ولما ترجع تتذكر ده بتحس فعلا بكم الحنين اللي في تلك الأيام. اللي كان بيميز فترة MSN ماسنجر والنت القديم كله هو العالم كله كان مترتب على مواعيد، مش زي دلوقتي اللي النت مفتوح 24 ساعة وكل واحد ممكن يدخل في أي وقت. لأ، زمان كل جلسة دردشة كانت حدث مهم جدا، وكل واحد لازم يحسبها صح. العيلة كلها كانت تعرف دلوقتي مين هياخد التليفون ومين هيدخل النت ومين هيسيب المكان فاضي. كل حاجة كانت محسوبة بالثانية عشان لما تيجي تتكلم مع صحابك تكون الجلسة كاملة من غير أي مشاكل. وكل ده كان بيخلي اللحظة دي متعة مكثفة، تحس إنك داخل عالم خاص بيك وبأصحابك. وأجمد حاجة صوت الدخول لما صديقك يظهر أونلاين، ده كان يبعت بهجة ما تتوصفش. تحس إن الحدث الكبير حصل دلوقتي وكأن الدنيا كلها وقفت شوية. وكمان تغييرات الحالة، مشغول أو سأعود بعد قليل، كانت محترمة. تحس فعلا إن في احترام للوقت وللخصوصية. كل جلسة كانت طقس خاص، كل رسالة وكل نافذة MSN كانت جزء من قصة يومية ممتعة. كنا بنعيش الانتظار، بنترقب اللحظة اللي نصادف فيها صحابنا أونلاين، وده كله كان جزء من سحر الإنترنت في الزمن ده. منافسة الياهو ماسنجر. MSN ماسنجر كان ملك، بس ما كانش لوحده في الساحة. كان في ياهو ماسنجر، واللي كان ليه جمهوره الخاص. اللي كان يميزه عن MSN مش بس الدردشة، ده كانت الألعاب التفاعلية اللي جوه البرنامج. يعني تقدر تلعب بلياردو، شطرنج، وحتى ألعاب صغيرة مع صحابك، وكل ده وانتوا قاعدين في نفس نافذة الدردشة تقريبا. وأجمد حاجة كانت غرف الشات العامة، شات رومز. دي كانت زي عالم تاني، تدخل غرفة حسب اهتماماتك، سواء ألعاب، أفلام، موسيقى أو أي حاجة، وتلاقي ناس جديدة تتكلم معاهم، تتعرف عليهم وتشاركهم الضحك والنكت والموضوعات اللي بتحبها. البرنامج ده علم الناس ازاي يكون في تواصل وتسلية في نفس الوقت، علمهم قيمة اللعب الجماعي وأهمية غرف الشات كمكان لتكوين صداقات جديدة. لما ترجع تفكر فيه هتحس فعلا بالحنين لزمن كان فيه الإنترنت مكان مليان مفاجآت ومتعة، قبل ما كل حاجة تبقى على الهاتف وفي جيبك. كل حاجة حلوة ليها نهاية، وعصر الماسنجرات التقليدية كان كده بالظبط. مع ظهور منصات التواصل الاجتماعي الأوسع والأسرع، خلصت أيام MSN وياهو، وابتدت صفحة جديدة في عالم الإنترنت. لكن الذكريات دي فضلت موجودة، محفورة في عقل كل واحد عاشها.
الفترة دي كانت مختلفة، كانت كل جلسة دردشة حميمية ومحدودة، وكل محادثة كان ليها وقت محدد، وكل دخول لصديقك أونلاين كان حدث بفرحة كبيرة. حتى لو التواصل كان افتراضي، كان في إحساس حقيقي باللقاء، إحساس ما تقدرش المنصات الحديثة تعمله بنفس البساطة والجمال. جيل كامل اتربى على قيمة الانتظار، على متعة ترتيب المواعيد، وعلى فرحة اللحظة اللي تقدر تتكلم فيها مع أصحابك أو تلاقي شخص جديد في غرفة شات. الإنترنت كان أبسط، لكنه مليان سحر وإثارة. كل نافذة MSN، كل رسالة، كل لعبة في ياهو ماسنجر كانت تجربة صغيرة لكنها مليانة ذكريات لا تنسى. الحقبة دي علمتنا إن التواصل مش بس وسيلة، ده كان طقس ممتع وسحر يومي، عالم رقمي بسيط لكنه مليان حياة وروح. وفي النهاية ذكرياته دي بتفضل جزء مننا مهما اتغيرت التكنولوجيا.